أهلا بكم في رحلتنا الممتعة الهجرة بعيون الإدارة. ووصلنا دلوقتي للسليبريشن ودخول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة، ودي كانت آخر حاجة دردشنا فيها في الحلقة اللي فاتت. لو فاتتك الحلقة اللي فاتت ارجع لها، هتلاقيها في الآي فوق أو هتلاقيها في الديسكريبشن تحت. ويلا نبدأ نكمل إيه اللي حصل وانس ان السليبريشن دون انتهى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدخوله للمدينة والاستقبال الشعبي الرائع اللي حصل للقيادة الرائعة اللي خدت رحلة كلها مخاطر وكلها ريسك وكلها انسرتينتيز وكلها مشاكل. النهاردة وصلت للديستنيشن بتاعتها، وصلت لمايلستون مهمة جدا جوه البلان بتاعتها، وهي الوصول إلى المدينة. وكانت أول حاجة بيعملها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع وصوله للمدينة هي بناء المسجد. طيب المسجد ده يتبني فين؟ طبعا الاستقبال الشعبي، كل واحد عايز يستضيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيحاولوا يشدوا الناقة ناحيتهم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بمنتهى البساطة: اتركوها فإنها مأمورة. مأمورة من مين؟ مأمورة من رب العالمين سبحانه وتعالى، هو اللي بيوجهها عشان توصل للمكان اللي هيتعمل فيه المسجد. وفعلا وقفت في مكان ما ولقوا الأرض دي هي أرض لغلامين يتيمين في المدينة، فاشترى الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ يبني المسجد معاهم. الليدر واقف مع الستيك هولدرز ومع التيم بتاعه ايده بايدهم بيحطوا أول كيان جوه الاورجنايزيشن الجديده بتاعتهم. المسجد بكلامنا النهارده نقدر نعتبره على انه institutional identity، هو ده المكان اللي بيدي identity للانستتيوشن اللي احنا واقفين قدامها. فهي مش مجرد مسجد، لا، ده هيتعامل على انه ليدرشيب هاب، ده المركز القياده اللي هتقاد منه الدوله والمؤسسه الكبيره، ده الكوماند سنتر بتاعنا، ده غرفه العمليات بتاعتنا اللي احنا هنتناقش فيها وناخد فيها قراراتنا ونطلع بقرارات دي للارض عشان نبدا ننفذها. مش بنتكلم عن كيان مجرد هيتعمل ليه شعائر دينيه، ولكن لا، اتس ايدنتيتي كبيره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيجمع عليها كل الناس اللي حواليه. وبعد كده بدا يبص سيدنا محمد على الكوميونتي نفسها. احنا عندنا كوميونتي شكلها ليه ابعاد مختلفه عن اللي كان في مكه، عندنا فصائل مختلفه، عندنا انصار، عندنا مهاجرين، عندنا يهود بقبائلهم الثلاثه جوه المدينه او على اطراف المدينه. احنا بنتكلم على كوميونتي الدايفرسيفيكيشن فيها مختلف تماما جدا عن اللي كنا بنشوفه في مكه، وبالتالي تبدا هنا بلاننج ستيج جديده جدا. اللي هيحصل في الاورجنايزيشن دي، ازاي يحصل انكلوجن لكل الدايفرسيفايد كوميونتي دي، ازاي نقدر ندخل الناس دي كلها مع بعضها. وهنا كان اول قرار او واحد من اهم القرارات الاولى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. بنتكلم على انكلوجن حقيقي على الارض، مش بنتكلم مجرد تعارف او تيم بيلدينج، لا، احنا بنحقق فكر الانكلوجن على الارض، هي مؤاخاة ما بين المهاجرين والانصار. ولو جينا بصينا على الدنيا قد ايه دايفرسيفايد، المهاجرين جايين من بيئة مختلفة جدا عن يثرب، عندهم عادات مختلفة، عندهم قيم كانت مختلفة، عندهم ترانزاكشنز قايم عليها الحياة اليومية بصورة مختلفة، عندهم جراوند رولز مختلفة، عندهم فاليوز مختلفة، عندهم تعادات وتقاليد مختلفة، وجايين من مسافة بعيدة. مش بس كده، لو بصينا عليهم هنلاقي ان منهم اللي ساب حياته كلها هناك وخرج لوحده كده وبطوله، وبالتالي هو حاسس بالغربة جوه المكان. فازاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحقق انكلوجن لناس هي غريبة عن المكان، مهاجرين، حتى الاسم نفسه فيه صعوبة شوية في التوصيف، ده ناس هجرت وسابت حياتها وجاية جديدة وغريبة على الكوميونتي اللي احنا فيها النهاردة. ازاي دون هيحصل؟ مش هيحصل غير بالمؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار. فكل مهاجر يكون له أخ من الأنصار، يتقاسموا مع بعض كل شيء. ودي كانت مرحلة
معينة في الحياة. فالموضوع هنا مش بنتكلم على عطف، يعني احنا مش بنتكلم عن ان انصاري هيدي حتة صغيرة او حتة ما لواحد من المهاجرين كنوع من العطف. لا يا فندم، احنا بنحقق انكلوجن وبنبني تيم بدون اي فجوة ما بينهم، فبالتالي احنا بنتعامل كأخين مع بعض، والأنصاري هيتقاسم مع أخوه المهاجر كل ممتلكاته أو كل اللي موجود في حياته. فسيمبلي احنا هنا بنتكلم عن صورة مختلفة للإنكلوجن، صورة مختلفة لإنتجريتنج البارتس الغريبة عن بعضها عشان أيونيفاي البارتس دي. أنا بتكلم عن تيم بيلدينج عادي، لا أنا بتكلم إن أنا بحول الديفرنت بارتس إلى one unit، unifying الديفرنت يونتس. وده في حد ذاته قرار مش سهل وخطوة مش سهلة، وكان محتاج تجهيز وتهيئة جامدة جدا. لو هنسمي الكلام دون بيننا وبين بعضنا بأسامي الإدارة، فاحنا بنتكلم إن حصل sort of pairing ما بين الأنصار والمهاجرين، custom pairing. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعمل pairing ما بين كل طرفين يبقوا one unit. وهنا بنتكلم عن قرب نفسي وقرب عملي في نفس الوقت. فالبيرنج هنا مش مجرد على الحاجات الفيزيكال، ولكن بيرنج على مستوى النفسي. وده في حد ذاته علشان يتحقق لازم يكون فيه ايموشنال سيفتي حقيقيه، وده اللي اشتغل عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على مدار الفترات اللي فاتت كلها. لما افتكروا معايا اللي كان بيعمله مصعب ابن عمير على مدار سنه، والدنيا تمشي ازاي ما بعد كده كتهيئه للانفراستراكشر. حصل تيم فيوجن للستيك هولدرز اللي موجود او التيم اللي موجود، استراتيجي من اروع الاستراتيجيز اللي استخدمها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان تو يونيفاي ذا بارتس. بدل ما بنتعامل مع بارتس، لا احنا هنا بنتكلم على يونت واحده، احنا مش مختلفين عن بعض، احنا واحده تمت المؤاخاه ما بيننا، بقى في انكلوجن حقيقي، بقى في تيم فيوجن حقيقي، بقى في بيرنج حقيقي. كل دي الالفاظ الاداريه اللي احنا نقدر نطلعها ونوصف بيها الاحداث في اول اسبوع او في اول ايام لوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينه. ولسه الرحله ما انتهتش، لسه في خطوات تانية اقوى واعمق هيعملها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان يقدر يبني الانستتيوشن، يبني الاورجنايزيشن، يبني المجتمع كله بصوره ولا اروع. وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. شير الحلقه وشير الحكايه وشير البودكاست عشان نقدر نوصل الوعي لاكبر عدد ممكن حوالينا.